إزاي نمنع أولادنا من إنهم يتحبطوا ويتلاعب بيهم ويبقوا كسالي وناكرين للجميل وبيكرهوا الحاجات الغلط وبيحبوا حاجات مجنونة زي الاشتراكيين؟ يعني بصي على البنت دي، انتي عارفة أكيد مش عايزة بنتك تبقى كده، صح؟ أنا بكره الرأسمالية وبكره ترامب وإدارته كلها. أنا بكره دولة إسرائيل ونتنياهو الشيطان أبو عيون زرقاء وإريكا كيرك وكل اللي بتعمله. أنا بكره المليارديرات والتريليونيرات. ليه في تريليونير أصلاً والناس بتموت من الجوع؟ ما بقاش عندنا تريليونير، هو ما بقاش تريليونير خلاص، دي نقطة جانبية. إحنا عندنا الموارد اللي تخلينا نعيش حياة سهلة جداً. وبعدين أنا بكره نظام الرعاية الصحية بتاعنا، بكره الذكاء الاصطناعي، بكره الشركات، بكره كل النظام ده. الناس قامت بثورات على حاجات أقل من كده. إحنا بنعمل إيه؟ هقولك احنا بنعمل ايه. انتي بتقعي في كل أساليب التلاعب اللي موجودة أونلاين. يعني ايه؟ انتي جبتيهم كلهم. انتي مش عايزة تريليونيرات، انتي عايزة الاشتراكية. انتي بتكرهي إسرائيل، بتكرهي إريكا كوك، بتكرهي ترامب، مش مصدقة في الذكاء الاصطناعي. كل حاجة حرفيا بتساعد وبتساند أعداء أمريكا والغرب البنت دي وقعت فيها. ومش بس هي وقعت في ده، دي كمان بتشتكي إن الحياة صعبة وإنها المفروض تكون سهلة، مع إن حياتها واضحة إنها سهلة جدا لأنها عايشة في زماننا ده. ولو رجعناها من 300 سنة كانت هتشوف العذاب، كانت هتعرف قد إيه الحياة كانت معقدة فعلا. ومع ذلك دي الظاهرة الجديدة. كده الشباب بقوا مش شاكرين وبيشتكوا من كل حاجة. سهل جدا يتأثروا بحملات الإنترنت اللي بتديهم كلام معين يرددوه وهم مش فاهمين عنه أي حاجة. طبعا هي ما جابتش سيرة إن التريليونير ده خلى مئات الآلاف من الناس أغنى بكتير جدا. وده بالظبط إزاي الاقتصاد بيشتغل. لأ، هي بتروج للأفكار الاشتراكية وبتشتكي 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 وبتشتكي، ولازم نعمل حاجة بخصوص الموضوع ده. الست دي واضح جدا انها مش متزنه، لازم تجري للخلف وترجع تاني. هي متضايقه وزعلانه لدرجه انها حرفيا مش قادره تقف ثابته، هي لازم تجري بعيد وتلوح بايديها. يعني في حاجه فعلا غلط عند بعض الناس الصغيرين دول. ولو بصينا على البروفايل بتاعها دي، هي هنا وعندها كل العلامات الكلاسيكيه للتلقين الجماعي. عندها علم فلسطين في البايو بتاعها. لو دورت على البروفايل بتاعها من الموبايل هتلاقي انها ضافت الضمائر المفضله في البايو بتاعها. يا للمفاجاه. بجد كده لما تشوف حد عنده الحاجات دي بتبقى متأكد إنه منخفض الذكاء. ده أسهل اختبار لمعرفة مين منخفض الذكاء. يا أما هم جزء من الجماعة الإسلاموية اللي بتحاول تسيطر، يا أما من اليساريين الأغبياء اللي انخدعوا بأساليب التلاعب بتاعة الإسلاموية. ناس ذكائهم قليل، أو ناس لسبب ما بقوا في نفس مستوى الذكاء المنخفض، يعني كراهية اليهود اللي هم فيها دي. ودي كمان حاجة مملة ومتعبة. كلهم بيندرجوا تحت نفس الفئة حتى لو شكلهم مختلف. تم التلاعب بيهم بسهولة. وبصراحة لما بشوف ده أو هم دول بقول لنفسي ذكاء منخفض. بس احنا هنا عشان نتكلم عن ازاي نقدر نضمن ان أولادنا ما يبقوش كده، وجيلنبيك عنده كتير من الإجابات. انت هتتفرج على ده على فكرة. أهلا بيكم في برنامج بوشبيك، أنا ميرا كي مقدمتكم. ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك عشان تدعمونا، عندنا إعلان مهم جاي قريب فخليكم متابعين. انتوا دلوقتي جزء من الحركة، حركة بتواجه الجنون، وبالذات التلاعب الإعلامي اللي واضح إنه بيأثر على ناس أغبى وأغبى. لازم نغير ده. في حاجة لما تتكلم مع شخص وبالذات ابنك أو بنتك ومش قادر تسأل سؤال بسيط وتقول له بص أنا عارف إنك فاكر إني أحاول أقنعك بتأييد دونالد ترامب أو حاجة زي كده، أو إني أحاول أخليك محافظ. أنا مش هعمل كده، أنا بس عايز أسألك شوية أسئلة لأني سمعتك بتتكلم عن الاشتراكية. حقيقة إن الشباب الصغيرين فعلا شايفين إن الاشتراكية حاجة كويسة، معناها إنهم منفصلين تماما عن اللي علمهن التاريخ وعن شكل العالم زمان تحت الأيديولوجيات الاشتراكية. بس الأهالي اليومين دول لاقيين نفسهم في ورطة كبيرة، لأنه بوضوح كل ما الواحد يكبر معظم الناس إلا لو عندك شعر تحت الإبط بيبدأوا ينضجوا ويفهموا فعلا إيه اللي بيحصل في العالم. وعشان كده كل ما تكبر في السن كل ما تميل تصوت لليمين أكتر، لأن عندك قدرات عقلية. وكمان ما تمش غسل دماغك من أول ما اتولدت. أنت تربيت في عالم الإعلام كان بيحاول يوجه الناس، بس كان عن طريق الجرايد، وما كانش فيه كميات ضخمة من المعلومات على الإنترنت اللي بتغسل دماغ الناس وبتغسل دماغهم وبتغسل دماغهم وبتغسل دماغهم. وعشان كده كتير من الأهالي
بيلاقوا نفسهم في الموقف ده ومش عارفين خالص إزاي يتكلموا مع أولادهم. ابنك متبني أفكار مجنونة وخطيرة وبيصوت لحاجات خطيرة، وده واضح زي الشمس. وعشان كده أنا بس عايز أسألك شوية أسئلة، ولو حسيت إنك بدأت تتضايق ممكن ناخد بريك شوية ونضحك على حاجة وبعدين نرجع نكمل. عشان كده ده اللي هو بيقترح إن الأهل يعملوه، يقعدوا مع أولادهم ويقولوا يلا نتكلم مع بعض. أنا عايز أسألك شوية أسئلة، لو الموضوع بدأ يبقى محرج أو تقيل نحاول نخلي الجو خفيف، ماشي؟ أنا مش بحاول أقنعك بحاجة، أنا بس عايز أسألك شوية أسئلة. هقولك ليه ده مهم. لأنك لازم تدرك إن لو ابنك بيروج لأيديولوجيات مجنونة يبقى هو اتغسل دماغه، يعني هو بقى جزء من طائفة أيديولوجية. ده ممكن يبان مبالغ فيه ومخيف، بس معناه إنهم بيقعوا في فخ أساليب التلاعب على الإنترنت. تخيل إن الأساليب دي كانت في الواقع مش على الإنترنت، وهم فعلا 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 مقتنعين بالأفكار اللي تأثروا بيها. وده معناه إن لو جيت تحاول تثبت إنك صح وهم غلط وتقنعهم، ده مش هينفع. هم فعلا يتغسل دماغهم بشكل عميق. بس يمكن تقدر تسألهم الأسئلة الصح اللي تخليهم يبتدوا يفكروا في المشاكل اللي في حججهم. وهو أول سؤال، لما بتقول اشتراكية تقصد الحكومة تدفع ثمن الحاجات زي الدنمارك مثلا 60% من الحاجات، ولا إن الحكومة بتملك الحاجات؟ عشان دول يعتبروا بلدين مختلفين، فأنهي واحد فيهم؟ هل في ملكية خاصة؟ ولا أنت عايز شبكات أمان أكبر بس؟ يعني أنت عايز الحكومة تقدر تحميك من أطراف فردية شريرة أنت خايف منهم، ولا تحب أنك عمرك ما تملك أي حاجة في مستقبلك لأن الحكومة هي اللي بتمتلك كل حاجة وبتتحكم فيها كلها. ده موضوع مختلف شوية. وطبعا أفتكر إن الاشتراكية اللي الشباب دول اتلقنوها مش هي الاشتراكية الحقيقية، هي بس إعادة تسمية لفكرة إننا كلنا هنعيش مع بعض في مساواة. وده شكله لطيف، بس بصراحة ملوش أي لازمة، وإحنا عارفين كده، بس الأولاد ممكن ما يعرفوش. السؤال رقم 1، لو الموضوع بس إن الحكومة بتدفع ثمن شوية حاجات، يبقى احنا أصلا حكومة اشتراكية من سنة 1790 وكده الجدال انتهى هنا. يبقى احنا مش بنقول نلغي كل حاجة تانية، احنا بس بنقول طيب محتاجين نتناقش في الضرائب وحجم شبكة الأمان الاجتماعي هتبقى قد إيه. هو ده اللي تقصده بالاشتراكية؟ انت بتقول إن النظام متلعب فيه. أنا عندي آرائي الخاصة لأني شايف إنه متلعب فيه، بس عايز أعرف منك مين اللي لعب فيه؟ انت بتسلم لمين؟ بتسلم لمين التظبيط؟ مين اللي بيظبطها ومين اللي هيعدلها؟ أنا شايفة إن الحاجة المهمة هنا لما يقولوا إن الحاجات دي بسبب اليهود أو ترامب أو إريكا كوك أو أي كلام فارغ اتقال لهم، انتي عارفة في عقلك إنهم غلط، ما تحاوليش تقنعيهم إنهم غلط، سيبيهم يتكلموا خلاص. الآخر في وقت معين هتقدري تقولوا لهم طيب مين اللي بيستفيد إنك تصدقي ده؟ مين الأطراف اللي بتستفيد إنك تفكري إن اليهود هم اللي مسيطرين على كل حاجة؟ يمكن يكونوا كارهي اليهود، يمكن يكونوا الناس اللي بيحاولوا يغزوا حياتك ويلهوكي. ده هيجي في مرحلة لاحقة لما هم يبدأوا يسألوا الأسئلة دي بنفسهم. بس ما تضغطيش، ما تفرضيش رأيك عليهم، سيبيهم يبدأوا يفكروا في الموضوع ده. ازاي ده بيشتغل؟ انت بتقول انك مع الاشتراكية، ماشي. رغيف العيش النهارده بكام؟ يعني تقريبا مش لازم رقم دقيق، الموضوع مش احراج ولا حاجة، انت حتى مش عارف ثمن العيش، يعني رغيف العيش النهارده بكام؟ بكام ثمنه؟ دلوقتي قولي اسم الشخص اللي قرر السعر ده. مين اللي بيحدد سعر العيش؟ في حد؟ اسم واحد، شركة، اي حد؟ طيب لو ما فيش حد حدد السعر العالمي للعيش، ازاي يتحدد؟ وازاي فضل السعر تقريبا مظبوط كل يوم في كل محل طول حياتك؟ انت عارف ايه اللي بيخلي سعر العيش يعلى؟ فكرت في التضخم؟ ايه هو التضخم؟ دي أسئلة هتخلي ابنك يدرك إنه محتاج يسأل أكتر. الفكرة هنا مش إنك تقنعيه في محادثة واحدة، هي إنك تخليهم يفكروا في الموضوع ويقولوا استني شوية، أنا مش عارف أجاوب. ليه أنا مش عارف أجاوب على السؤال ده دلوقتي؟ لو للأسف ابنك معدل ذكائه منخفض جدا هيزعل منك لمجرد إنك سألتيه سؤال خلاه يحس بعدم الراحة. لكن لو عندهم فعلا شوية عقل وعندهم ثقة واحترام ليكي، ممكن فعلا يلاقوا الأسئلة دي مثيرة للاهتمام. ده مش معناه أنهم مش هيدافعوا عن نفسهم قدامك،
ومش معناه إنهم مش هيتحمسوا في الكلام، بس انتي عايزة تبدأي تزرعي فيهم الحاجات اللي تخليهم يبتدوا يسألوا نفسهم إيه اللي فاتني هنا؟ ليه أنا مش لما بيتكلموا عن الأسعار؟ ليه أنا مش عارفة نظام تسعير العيش بيشتغل إزاي؟ ده فعلا شيء غريب إني مش عارفة عنه حاجة. تقدر تسمي لي دولة واحدة الدولة فيها امتلكت وسائل الإنتاج والفقراء بقوا أغنى؟ وأنا مش بحاول أكون ظريف، أنا عايز مثال وهقبل أحسن مثال عندك، بس فين المكان اللي الفقراء بقوا فيه أغنى؟ ويلا نشوف الموضوع ده. لما الحكومة تستولي وتحاول تسيطر، هل ده فعلا بيساعد الناس اللي انت بتحاول تساعدهم؟ أيوة طبعا، ده بيمنع الأغنياء إنهم يبقوا أغنى بكتير. جميل، ده مجرد تبادل اتهامات، بس مش بيخلي الفقراء أغنى، وده مهم لأنهم بيتقالهم إن ده هو الحل للناس الفقيرة، وفاترين في قلب الموضوع ده خوفهم إن هم دايما هيبقوا فقراء، وإنهم هم اللي هيعانوا من الحكومات الشريرة دي، وإنت بتحاول توري لهم إن استنى شوية، ممكن الحكومات تكون أشر من اللي اتقالك، بس مش بالطريقة اللي انت صدقتها. لما الحدود بتتفتح، أي حدود في أي عبط في البلد دي، الناس بتجري في أنهي اتجاه؟ مين اللي بنى الجدار؟ والبنادق كانت متوجهة في أنهي اتجاه؟ ده سؤال فعلا مثير للاهتمام. الناس بتجري في أنهي اتجاه؟ ليه الناس دي اللي انت بتحاول بكل قوة تحميهم من إنهم يترحلوا برو بلدك؟ وليه هم أصلا عايزين ييجوا بلدك؟ هل ممكن يكون بلدك أحسن من اللي اتقالك عليه؟ دي فعلا نقطة كويسة جدا. أنا عارف إن الوضع سيء، فعلا سيء، ومش بنكر ده، فعلا سيء. بس عايز أشوف لو عندنا وجهة نظر تانية. تفضل، تكون فقير النهاردة ولا غني سنة 1900؟ على فكرة، واحد فيكم عنده مضادات حيوية والتاني لا. تفضل تكون فقير هنا ولا فقير في أفريقيا؟ بص، حاول تفتكرهم إن الأسئلة دي بتوريهم إن استنى شوية، يمكن فكرة إن بلدي هي الأسوأ مش صح. يمكن ده مش فعلا اللي أنا مؤمنة بيه، يمكن أنا بس بكرر كلام اتضحك عليا واتزرع في دماغي. لو أنا وأنت اتفقنا، إحنا الاتنين عملنا صفقة، أنا دخلت محلك وعملت معاك صفقة، وطلعنا إحنا الاتنين مبسوطين، مين اتأذى؟ لازم حد يقرر شغلك يساوي كام. عايز اللي يحدد ده يكون انت والشخص اللي بيدفع لك، ولا واحد تالت معاه جيش عمره ما قابل اي حد فيكم. اسأل اولادك الاسئله دي، وحاول بس تتكلم معاهم بعقلانيه وتسمعهم، ما تحاولش تعلمهم اي حاجه، اسمعهم، اسأل الاسئله واسمع. دي النقطة الأساسية، اسمعهم، ما تحاولش تفرض وجهة نظرك عليهم. احنا عارفين ان في احتمال كبير انك تكون صح، بس ابنك مش عايز يسمع انك صح، ومش عايز يعترف انك صح، خصوصا لو هو زعلان وغاضب من النظام. اللي محتاجه منهم هو انهم يكتشفوا واحدة واحدة انه ممكن يكونوا غلطانين، ويقدروا يمروا بالعملية دي بتواضع. آخر حاجة، طفل صغير ممكن يكون عايزها انه يقول كل حاجة اتخانقت معاكم عليها كنت غلطان وانتوا كنتوا صح وانا آسف. الأطفال مش بيفكروا كده، عندهم كبرياء وعندهم غرور، وعشان كده انت مش عايز تحشرهم في زاوية يخليهم يرفضوا يعترفوا بالحقيقة بس عشان يعندوك. ده أسوأ حاجة ممكن تعملها، لكن لو سمعت لهم وسبتهم يحاولوا يكتشفوا بنفسهم إن في حاجة غلط، الفكرة دي ممكن تفرق كتير على المدى البعيد. مرة تانية، ما تجادلش. هدفك انك تدير محادثة عقلانية ومنطقية عشان تقدر تعرف هم واقفين فين، وتقدر تعرف اذا كانوا لسه قادرين يفكروا ولا لا. ممكن ترد وتقول فكرت في كده، او لما تسأل، اسأل سؤال ابسط واحسن مبني على اجابتهم. لما تقول كده انا بحاول، انا بس عايز افهم، تقصد اكس واي وزد؟ اتكلم مع اولادك في الموضوع ده، وبعدين في وقت لاحق من الاسبوع ده تعالوا نتكلم عنه. عايزكم تتصلوا وتحكوا لي ايه اللي حصل في الحوار ده مع اولادكم، اسالوهم الاسئله دي بس. أنا بحب ده لأننا دايما بنتكلم عن إن عندنا مشاكل كتير، بس أوقات بنحتاج حاجات عملية تساعدنا. إنك ترجع الناس من على الحافة وتوريهم وتفكرهم مرة ورا التانية إن ممكن الحاجات اللي هم مصدقينها مش دايما صح، مش علشان أنت الصح، لكن علشان هم نفسهم يكتشفوا ده. دي أول خطوة علشان نحاول نعمل فرق في مواجهة التلقين والتلاعب والطوائف المنغلقة. كنا عارفين أن لما حد يكون جزء من طائفة منغلقة، لو دخلت وقلت له أنت ما ينفعش تكون جزء من الطائفة دي، ده مش هيجيب نتيجة. لكن لو فكرتهم بالحاجات اللي ممكن يكونوا بيفتقدوها بسبب وجودهم في الطائفة دي،
ده ممكن فعلا يفرق. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.